السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، إخواني الكرام وأخواتي الأعزاء، حفظكم الله من كل مكروه وسوء. حزين جدا من أمر في غاية الخطورة، وهذا الأمر هو إن الأخت، أختي أو أمي أو بنتي، تروح تشتري من محل ملابس أي حاجة، بتشتري بقى بلوزة، بتشتري تأهيل، بتشتري عباءة، بتشتري أشار، بتشتري أي حاجة. المشكلة في إنها مش المشكلة إنها بتشتري، المشكلة هي طبعا مشكلة لو بتشتري حاجة مخالفة للشرع، لكن المشكلة الكبرى إنها لما بتيجي تشتري بعد ما بتشتري أو هي في المحل نفسه طبعا عايزة تعرف الحاجة دي مظبوطة عليها ولا لأ، ضيقة واسعة، فتحدث المصيبة الكبرى ألا وهي إنها تخش البروفة فتغير ملابسها. ويعني أعلم إن في نساء ربما نزعت الملابس الداخلية لكي يعني حاجة محزنة إنها تقيس ملابسها وتقيس الحاجة اللي مشتريها دي جوه البروفة. وللأسف الشديد نحن في زمن في تطور في أساليب الكاميرات وأخذ الصور والفيديوهات، وابتلينا بالموبايلات والفيسبوك والإنترنت، وابتلينا بالفضايح والتشهير، وابتلينا بالابتزاز بتلك الصور وتلك المقاطع وتلك الفيديوهات. فالأخت المسكينة تبقى داخلة البروفة عشان تقيس ومدية الأمان لمحل في شباب، وربما يكون في بنات مش كويسة، وده حصل كتير مع أساليب متطورة في الكاميرات. فتخش الأخت تنزع ملابسها وينكشف منها على أنها لوحدها، وممكن تبقى المكان فيه مرايات، وممكن تكون المراية دي نفسها هي عاكسة، مراية خادعة عاكسة، أو تلاقي مسامير محطوطة في البروفة على أنها مسامير رابطة بلكاشة، رابطة بها، مربوط بها مراية، مربوط بها شماعة، وممكن تكون المسامير ديت هي الكاميرا نفسها، المسمار على هيئة كاميرا أو كاميرا على هيئة مسمار تصور الحدث، تصور المشهد، تصور الخلاعة، وتصور الوحدة يعني بملابس يعني يندى لها الجبين. كيف يليق بمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنزع ملابسها وأن تأمن شر شباب أو بنات، إنها تنزع ملابسها في محل من المحال أو متجر من المتاجر أو في أي مكان؟ إزاي؟ لابد لما تيجي تقلعي ملابسك إما عند أخوكي لو تأمني، إما عند أبوكي، إما في طبعا بيت جوزك، ده شيء طبيعي، إما عند أختك ومفيش حضرة رجال كجوز أختك أو حد وما شابه ذلك، مكان تأمني فيه إنك تنزعي ملابسك وتتخففي من ملابسك. لكن تذهبي إلى محال ومحلات وأماكن بيع وشراء فتنزعي ملابسك عشان تخشي تقيسي، عشان مجرد إن مجرد لو خدتيها وروحتي دي ضاعت عليك الفلوس، فأنت مضطرة إنك تقيسيها هنا، فتنزعي ملابسك، فتتصوري بالحالة ديت، وبعد كده تبتزي، وبعد كده الصور تنزل، ولا يا تيجي يا اما هرفع يا اما هقول يا اما هعمل يا اما ابعتها لخطيبك يا اما ابعتها لابوكي واقول كانت وعملت. وشفنا مشاهد من ده كتير، البنت اللي بتنتحر لما حصل لها كده، وبنت بتقتل نفسها، وبنت ممكن تستسلم لانها ضعيفة ولانها اتبعت سبل الشيطان وسبيل الشيطان وطريق الشيطان حتى وقعت في هذا الفخ الأليم المفزع. مش عارف أين أنت من حياء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها التي ضربت أروع الأمثلة في الحياء. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تدخل على النبي في قبره، وكذلك أبو بكر في قبره وهما في حجرتها، فكانت تدخل متخففة الثياب. فلما دفن عمر تغير حالها. إيه اللي حصل يا عائشة يا أم المؤمنين؟
فإذا بها تدخل مشدودة الثياب، وكأنها سئلت: ما الذي تغير من حالك؟ كنت متخففة ثم أصبحت مشدودة الثياب. قالت: حياء من عمر. حياء من عمر الميت في قبره، الميت في قبره. أين أنت من حياء أمهات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين؟ لابد أنك تعرفي أن في حديث خطير جدا، حديث صحيح رجال الثقات، ورواه الإمام أحمد في المسند، حديث عائشة. لازم يجي من حديث عائشة طبعا، لأن عائشة هي الطهر والعفاف والنقاء. عائشة روت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعي عشان تحذري أختاه، واسمع أخي الحبيب عشان ما تسمحش لزوجتك إنك تعمل الكلام ده بره البيت، وما تسمحش لبنتك إنك تعمل الكلام ده بره البيت، وما تسمحش لأختك إنك تعمل الكلام ده بره البيت، عشان بتحافظ عليها وخايف عليها. شوف النبي قال إيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، اسمع، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى. هكرر الحديث تاني عشان تسمعه بقلبك، اسمع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: أيما امرأة نزعت، أي خلعت، نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. ليش معنى زوجها تحديدا؟ مش زوج تحديد، يعني ممكن أبوها، أخوها، أختها، في مأمن من الرجال، ما فيش حد من الرجال، لكن الزوج تغليبا وغالبا، لأن بيت الزوج خلاص هو بيتها، فما ينفعش تقلع وتنزع ثيابها بالسهولة ديت، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فأيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ازاي اختها؟ ازاي واحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اظنها ام سلمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه، فقالت ام سلمة: اذا يا رسول الله فما بال النساء برضو كده؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: يا رسول الله اذا ينكشف عنها. تخيلي اختها، تخيلي هي بتجادل النبي في ايه؟ بتجادل النبي يعني يا رسول الله ازاي اذا لحد ذراع يعني ممكن ينكشف حاجه من عقب رجليها او من اطراف اصابعها، اذا ينكشف عنها. تخيل بعد ما يرخينه شبرا قال: يرخينه ذراع ولا يزدن. ذراع يجر تحت رجليها كده عشان تستخبى وما ينكشفش عنها. ازاي؟ وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول لعطاء بن ابي رباح، بيقول له: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال: بلى، قل لي فين دي؟ قال: هذه المراه السوداء. قال له: ما شانها؟ قال: هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم. طب شانها كان ايه بقى؟ فقالت: يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف. يا رسول الله عندي مصابه بمرض الصرع، لما بأسرع بقع على الارض، فلما بقع على الارض مش دريانه برفس برجلي من الصرع فبينكشف مني، فادعوا الله لي يا رسول الله ألا أسرع ولا أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. يا ترى لو أنت مكانها تعملي إيه؟ لو أنت مكانها تختاري إيه؟ هتقولي: لا المرض ازاي ويقولوا عليا ايه وانا مريضه بالصرع؟ طب ازاي والقصه والحكايه؟ طب انت بينكشف عنك. انا غصب عني، معذوره، مش بايدي انا، يعني لا يكلف نفسا الا وسعها، مش حاجه. طب اعمل ايه؟ ما انا ما اعرفش، مش بتاعتي. المرأة دي بعمل المرأة سوداء، ولما قال مرأة سوداء كناية عن يعني في الغالب ما فيش رغبة فيها، ومع ذلك هي فين؟ بص ايه بتقول ايه؟ فقالت: يا رسول الله اني اسرع واتكشف فادعوا الله لي. قال: ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله اصبر. هتصبر مقابل الايه؟ الجنة. خلاص كده بقى تسيبه وتمشي؟ لا. يا رسول الله ولكني أتكشف. ولكني إيه؟ ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. يعني يا رسول الله إن صبرت على المرض من أجل الجنة، وده صرع،
بتغيب عن الوعي وخارج عن ارادتها ومش بمزاجها. مش هي اللي بتلبس البنطلون المقطع، مش هي اللي بتنزع ثيابها في غير بيت، بره بيت زوجها او بيت ابيها او اخوها. مش هي، لا مش هي اللي بتلبس المحزق والملزق والضيق والشعر والبرفان والتبرج والسفور اللي بنشوفه ليل ونهار في الشوارع. مش هي، لا، ده هي مريضة. أنا هصبر على المرض بس ما أقدرش أصبر على أيوة أحسنتي أختاء، ما أقدرش أصبر على التكشف، ما أقدرش أصبر على التكشف. فادعوا الله لي ألا أتكشف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو لها ألا تتكشف، فكانت إذا صرعت ووقعت على الأرض لم يظهر منها شيء، وثيابها مشدودة عليها لم يرى منها شيء، بركة دعوة النبي لها صلى الله عليه وسلم. فاحذري أختاه، اتبعي كلام النبي واتبعي كلام الشرع تفلحي. إياك أن تنزعي ملابسك عند إنسانة فاسقة، إنسانة كافرة، إنسانة يعني ما عندهاش دين، إنسانة ممكن تصور وتراودك وتاخد على التصوير ده هي فلوس وتديها لفلان وعلان. ممكن المحل اللي انت بتقيسي فيه ده يكون حاطط كاميرات انت لا تدري بيها، وانت شايفه المكان ما فيش، وتلاقي نفسك متصوره وبعد كده بيتصل عليك او بتترفع الصور او وحاجات كتير وبلاوي احنا شفنا. طب الحل ايه؟ الحل لا، اخد الحاجه ده اقيسها في البيت، بعد اذنك انا اقيسها في البيت نص ساعه واجيب، لو لقيتها فيها خدش ولا حاجه ليك حق ما تاخدهاش، لكن انا مش هغير هنا، ما ينفعش اقيس هنا. سامحني، انا لو اختك مش هتفضل لها كده، اقيس في البيت واطمئن ان انا في البيت وبراحتي واقيس وتمام مظبوطه، خلاص خير وبركه مظبوطه. مش مظبوطه اقول له والله ضيقه واسعه كبيره. فاين الحياء؟ ما ينفعش وخاصه اذا كان امور داخليه، ملابس داخليه او ما شابه ذلك، ما ينفعش. النهارده الواحده اللي بترش الكوافير وبتقلع كأن كيوم ولدتها امها، وبعد كده تلاقي نفسها متصوره من فلانه وعلانه. ما ممكن يكون امراه برضه، واحده ست، مش في اماكن محترمات كتير، في اماكن محترمات كتير، وفي اماكن محلات كتير محترمه في، لكن انت تامني، انت بتحط نفسك عرضه للضياع والتشهير بيكي بسبب انك نزعت ثيابك في غير بيت زوجك او ابيك او اخيك او مكان في مأمن او مكان لا تأمني فيه على نفسك. يبقى انت اللي لا تلومي الا نفسك. فاحذري ايتها الاخت المسلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بناتنا ونساءنا وزوجاتنا وأن يعينهم على طاعته جل وعلا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.